أنا جبتها من تحت قوي من مدير مشاريع في الوطن العربي لبياع في محل في كندا. القصة دي فيها عبرة وبفتخر بيها جدا. هتشوف معايا ازاي انك لازم تسعى وتجرب، وهتشوف كرم ربنا سبحانه وتعالى معايا. وعشان كده عايزك تتابع الفيديو ده للآخر، وما تنساش اللايك والشير، والأهم من ده كله السبسكرايب. استنونا. قبل ما اروح على كندا كنت بقرا كتير جدا عن ازاي الناس بتروح كندا وبتخسر فلوسها وبترجع ويشتكوا ويعيطوا ويقولوا كندا وحشة، وما فهمتش قوي الفرق. وقلت ليه؟ يعني ما انت اكيد ممكن تجيب وظيفة وهتشتغل بسهولة. ولكن لما رحت هناك اكتشفت ان ساعات كونك عربي ده في حد ذاته مشكلة، وان الناس بتعتبر يعني انك مالكش لازمة قوي وما بتفهمش. طبعا في الفيديوهات اللي شفتها اهلتني ان اعرف اني هروح وهيكون في تحديات وصعوبات، ولازم اصبر واتوكل على الله. وفوق ده كله اسعى وما يأس. وصلنا وبدأت الحكاية اني بدأت اعمل السي في بتاعي واظبطه عشان يبان على انه كاجوال وبسيط، يعني شلت اني مدير وكل شهاداتي والكلام ده كله. وعملت السي في رفيع كده من صفحة واحدة مكتوب فيها بكالوريوس وشغلانة واحدة كده. وبدأت أقدم على كل الوظائف الكاجوال اللي في لينكد إن. جربت كتير وقعدت فترة طويلة أبعت وأحاول أن أنزل وأشوف فرص في المحلات اللي حواليا، حتى في الشركات وفي كل حتة. أنخور هنا وهناك وأحاول أعرف مين عايز ناس. واحدة من الفرص اللي جربتها هي طبعا أمازون. المهم يومين كده وجالي انترفيو في أمازون، فرحت طبعا وجهزت نفسي واستعديت. ويوم الانترفيو بصيت على اللوكيشن اللي بعتهولي، لقيت المكان بعيد حوالي ساعتين عن البيت. قلت وماله يا واد، يلا بينا. ركبت المترو، وصلت عند يورك ديل مول. لقيت اني لازم اخد اتوبيس عشان اروح للمكان، وبعدين لازم اخد اوبر بعد ما اوصل بالاتوبيس. فرحت اسال على تذكره الاتوبيس، لقيتهم بيقولوا لي ان التذكره بحوالي 15 دولار. يعني بعد شويه حسابات كده لقيت تقريبا ان انا محتاج يوميا حوالي 50 دولار رايح جاي بس مواصلات. ده طبعا رقم كبير جدا للمواصلات، بس لسه الواحد ما اكلش ومش لسه وما وفرش اي حاجه لفلوسه عشان مصاريف البيت. فشوف بقى ربك لما يبقى عارف الانسان وضعف النفس البشريه. قعدت في المحطه وافكر، هل اروح؟ بس انا كده هتبهدل. طب ومش هاخد فلوس. وساعتها حسيت بشوية حزن كده واتضايقت واتهزيت من جوايا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى عنده حكمة عجيبة في كل شيء، وفي كل خطوة بيديها لك، وفي كل حاجة بيعملها لك. انت ممكن ما بتبقاش عارف الدنيا رايحة فين، ولكن هو عارف كويس قوي وترتيباته جاهزة. فربنا سبحانه وتعالى ألهمني، قال لي ما انت كده كده وصلت عند المول، وكده كده بتدور على شغل كاجوال. طب ما تاخد السي في وتطلع وجرب حظك في المحلات. المهم لفيت على كل المحلات واحد واحد. كلهم قعدوا يقولوا لي معلش ما بناخدش السيفيهات في ايدنا، ما بنعينش، مش عايزين ناس. ايه ده، هو انتوا لسه جداد في البلد؟ خلصت تقريبا كل المحلات اللي كانت في المول، يعني لفيته فوق وتحت على رجليا، المطاعم، كل حاجه، ما سبتش حاجه لما رحتها. لغايه ما كان فاضل محل واحد كبير جدا، كان محل بيبيع ادوات منزليه وحاجات زي كده. المهم يعني كانت مراتي معايا فقالت لي بص يعني خلاص انا تعبت، ما اكيد هيقولوا لنا نفس الكلام اللي الناس تانيين قالوه. فقلت لها يا ستي خلينا نكمل، نسعى للاخر، ناخد اخر خطوه لينا، احنا هنخسر ايه؟ مش هنخسر حاجه. فطبعا قفشت عليا. ولكن انا كنت مصر ان السعي بيجيب الرزق، وكنت مقتنع انه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما تعرفش يمكن يكون ده اخر حل ليك. دخلت المحل ودخلنا على الكاونتر وسألت البنت اللي على الكاشير دي، قلت لها انتوا عايزين ناس تشتغلوا؟ فسبحان الله شوف بقى ربك، قالت لي ايوه ده احنا عايزين ناس كتيرة جدا، بندور على ناس كتيرة جدا وقدموا اونلاين، ولكن عشان تضمنوا فرصة للانترفيو اكتبوا اسمي، لان الاسم اللي احنا بنرشحه بناخد عليه فلوس. فقلت سبحان الله، يعني احنا قدمنا على كل المحلات دي كلها ومحدش عايز يعبرنا، والمرة دي اما اخش دخلنا المحل ده البنت يعني كانت لذيذة وخدت ودت معانا. روحنا كتبنا اسمها وقدمنا. يومين كده ولقينا ايه؟ لقينا التليفون بيرن من المحل اللي احنا قدمنا عليه، وقلنا لهم خير. قال لك احنا عايزين نشوفكم في انترفيو، فممكن تجوا لنا تعملوا انترفيو بكره. قلنا لهم ماشي يلا بينا، ايه المشكله؟ المهم رحنا عملنا الانترفيو، الدنيا مشيت زي الفل واشتغلنا معاهم، والناس كانوا محترمين جدا وعايز اقول لك ان مرتبي في الكاجوال كان حوالي 16 ونص دولار في الساعه تقريبا يعني. وده كان رقم حلو جدا جدا، يعني رقم تقريبا كان اعلى الارقام الموجوده. فالهدف من القصه كلها انك تسعى وتجرب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا اخي انزل جيب فلوس. انا اول ما نزلت كندا الناس كلها احباط، مش هتلاقي شغل، مش هتلاقي شغل، مش هيعينوك، مش هيودوك. قوم اتحرك،
هز نفسك بدل ما انت قاعد مرمي على الكنبه، ولا انت عمال جايب الفلوس اللي انت جايبيها شايفها عماله تقل تقل تقل. وقف نزيف الفلوس، اشتغل اي حاجه، انزل اشتغل اي حاجه. الواحد جهز نفسه كويس، توكل على الله ونزل وعمل سي في، ورحنا وكنا مستعدين نفسيا ان احنا الخطوه دي هناخدها. فانا فعلا فعلا بوجه رساله لكل واحد مش عايز يتحرك في كندا، او الناس اللي لسه هتسافر. صدقني ما تقولش انا هاجي بالسيفنجز بتاعتي بالفلوس بتاعتي وهقعد. ما تعملش كده، هتخسر فلوسك كلها. هات السيفنجز، انزل اشتغل اوبر، انزل اشتغل في محل، مش عيب، في بنزينة، لغاية ما تقف على رجليك. انا عايز اقول ان الشغل الكاجوال ده كنت بشتغله، يعني بشتغله ساعات الصبح وبدرس بالليل، وساعات لما كانت المحاضرات بتاعتي الصبح بعكس بشتغل بالليل وبحضر محاضراتي الصبح. وكانت نقلة صعبة جدا انك نازل تشتغل من مهندس معماري ومدير مشاريع لبياع. نقلة صعبة، نقلة صعبة جدا، لانك بتكتشف ان مخك الله الله الله، انا ايه اللي بيحصل لي في دنيتي، انا ازاي سبت، وبيجي لك لحظات بتتهز، ازاي سبت شغلك وازاي سبت حياتك وازاي سبت نجاحك ورحت بلد جديده خالص ما تعرفش فيها حد وراح تشتغل شغلانه مش بتاعتك، ويمكن ما تبقاش الكارير بتاعك، ويا ريتها فول تايم، دي بارت تايم كمان، انت مش مسموح لك اكتر من 20 او 25 ساعه في الاسبوع. فيعني كانت المشكله انك بتواجه ضغوطات نفسيه. ربنا سبحانه وتعالى بيحطك في خطوات كتيره جدا في حياتك، انت ممكن ما تبقاش عارف انت ايه اللي وداك هناك ولا ايه اللي شغلك الشغلانه دي، ولكن بعد سنين بتبص وراك وتشوف، تقول ايه ده، سبحان الله، انا اشتغلت معقولة الشغلانة دي، ده انا اتعلمت منها. انا كنت اشطر واحد عندهم في المحل، يعني بعد ما اشتغلت معاهم شوية كده اسبوعين ثلاثة، الناس كلها بقت عارفاني، كل المديرين عارفيني. قال لك احنا سمعنا عن واحد اسمه احمد شاطر جدا وبيبيع وعارف يتحرك وعارف ينظم لنا المخازن وعارف ينظم الدنيا فوق وبينظم الناس وبيشتغل، لما الدنيا بتبقى زحمة بقوا بيستعينوا بيا انا الخبير الاستراتيجي. بقيت انا المسؤول عن ان انا انظم الدنيا واخش احل المشاكل، مع اني انا راجل خبرتي في المجال ده كله كملتش شهر ونص مثلا، شهرين بالكتير قوي. اما تعمل حاجه اتقنها وراعي ربنا فيها جدا. ربنا حطك في الوظيفه دي عشان يأهلك للي بعده، والخطوه اللي بعدها تجيب اللي بعدها. والنهارده كنت باخد 16 دولار ونص، اترقيت بعد كده وخدت فلوس اعلى، وبعدين دخلت الوظيفه اللي حكيت عليها في الفيديو اللي فات، اني خدت متدرب في اول شركه ليا كمهندس، وكملت وكبرت وبقيت مدير مشاريع تاني في كندا. بس عمرها ما كانت هتيجي لو انا قاعد على الكنبه، لو انا قاعد اقول ربنا مش هيجيب لي شغل، ربنا مش هي قال لي عمل فيا كده، هو انا ليه وحش. طول ما انت مخك محطه في حته واحده، عمر ربنا ما هيوفقك. في حاجه اسمها اللو اوف اتراكشن، دايما ركز. ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نجتهد ونسعى ونجرب ونروح ونيجي لغايه ما نموت، هي دي سنه الحياه وهتفضل ماشيه كده. انا بوجه رساله لكل واحد رايح كندا، اوعى ابدا تتخيل انك رايح هناك هيشيلوك على كفوف الراحه ويقولوا لك اهلا بيك نورت كندا، خالص على العكس تماما. ده يعني انا قلت قبل كده ان انا واجهت عنصريه كتير في حياتي هناك، وكان عندي مشاكل كتيره جدا في انترفيوز كتيره، وحكيت قصص في الفيديوهات اللي فاتت تقدروا تشوفوها، هحط لكم اللينك هنا. ولكن اذا عزمت فتوكل على الله، وان الله يحب المتوكلين. ربنا بيقول لك قوم وجرب واسعى وشوف وانزل وجرب تاني واخسر وقع واتعور واترفض 50 مليون مرة، وتعالى تاني انا شايل لك الفرصة الحلوة في الاخر. هي دي الحكمة اللي انا حبيت دايما يعني اوضحها للناس، عشان انا شفت كتير جدا من الناس بتقول لي طريق مسدود في كندا واحنا رايحين كندا وهنعمل ايه. كنت لسه بنصح احد الاصدقاء، قال لي لا لا لا، انا لا يمكن اشتغل كاجوال، لا يمكن هعمل كذا. قلت له اسمع كلامي، انزل واسعى وجرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون، وابدأ كل يوم احمد ربنا سبحانه وتعالى انه اهلك لفرصة كندا، وانه خلى احوالك احسن من ناس كتيرة جدا. في واحد تاني عايش في بلادنا ظروفه صعبة وظروفه سيئة، بيتمنى ربع الفرصة اللي جات لك. صدقني النهاردة انا لما ببقى في كندا بقول الحمد لله ان انا خدت الخطوه دي ليا ولاولادي ولمراتي ولبيتي واحفادي من بعدي في يوم من الايام. غيرنا كتير قاعد بيعاني في بلاد كتيره، ربنا يعين كل الناس اللي موجوده في كل البلاد اللي ما عندهاش حظ زينا، ما جالهاش حظ ان هم يقدروا يسافروا. انا ربنا خلاني اروح في خطوه لغايه امازون، مع ان رزقي ما كانش في امازون، رزقي كان في المكان ده، وخلاني اقف في المكان ده وبيقول لي رزقك هنا، اقف استنى.
انا جبت لك حاجة بعيدة فانت قبلت ونزلت من بيتك ورحت. انا بوفقك لحاجة تانية، حاجة اكبر بكتير جدا، هتديك حتى مرتب اعلى من اللي كنت هاخده في امازون. فاتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان قصتي دي يكون تلهم الناس وتحاول ان هي تشجعهم وتحركهم وتحمسهم ان هم يتحركوا وينزلوا، ما يكسفوش ابدا وما يقولوش احنا كنا. بالعكس، كل يوم كل يوم تحدي جديد في حياتك. ما تبصش على اللي فات، بص على اللي جاي، هو ده المهم. ما تنسوش السبسكرايب عشان ده اهم حاجة، واللايك والشير، ونشوفكم في الفيديو الجاي.